في لحظه. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. فيديو جديد ولكن ماشي كليه جديده، اخبار ساره جديده ان شاء الله يا رب. علاش لا؟ واخيرا ان شاء الله، واخيرا غادي نفرح براسي، نتلهى مع راسي شويه. يعني الحمد لله البنوته في احسن الاحوال يا رب. اللهم طول في عمرها يا رب ويخليها ليها رب العالمين. راه السخونيه مواتيه دائما، كنحافظ على ديك الدرجه ديال 37 36 ونص في الجسم ديالها. اللهم لك الحمد. واخا ان الامر صعيب، اتصابت انا هاد الايام شويه بالارهاق، ماشي مشكل حيت الجو تبدل عليا. يعني طريقه التعامل، كنسهر الليل كل جوج سوايع خصني نفيق، ولكن ماشي مشكل، كله يهون علشان احلى عيون. من اجلها ندير اي حاجه. يعني ما هضرتش من فراغ من قلت لكم من اجلها ندير اي حاجه. قبيله فاطمه الزهراء كانوا كيتغداو، انا غبت على الغدا حيت كنت كنرضعها، وقالت لي واش تقدري ديري اي حاجه ديال حنان وكملوا معاها نتوما وانا غادي نرجع للوراء. شكون قال؟ هل من منافس؟ هل من منافس؟ يلا شكون اللي قال؟ نعطي هذا المشعل هذا يكمل فيه. فينكم؟ السلام عليكم اخواني اخواتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كنتمنى من الناس اللي داخل معنا يحاولوا يعطيونا لايك للفيديو ويحاولوا يبارطاجيو هذه القناه مع العائلات ديالهم. المهم الاخوان، اليوم غادي نتكلم على بزاف ديال التعليقات. اليوم وصلوني واحد التعليقات وقلت ضروري غادي نرد عليهم. هاد التعليقات هادو كاينين بزاف ديال التعليقات وما يمكنليش نرد على التعليقات كاملا، ولكن لما تلقى شي تعليق ماشي هو هداك، يعني تعليق غير طبيعي، ضروري غادي نرد عليه. هنا كاين بعض الناس كيقول لك شوفوا كيفاش كتشد الولد، كيتكلموا على لبنى السريعه وكيتكلموا على الطفل وكيدخلوا في الام كيفاش كتشد الابن ديالها اولا كيفاش خصها تشد الابن ديالها. وبلا كاين شي وحدين اللي كتبوا في التعليق خص الجمعيات يحيدوا لهذاك الطفل. كيصدموني انا بحال التعليقات، ما عرفتش شكون اللي كيوهمكم بهذا الشيء هذا. شفتوا اللي كيقول لكم هذا الشيء هذا راه غير كيكذب عليكم وكيستحمركم، وهذه هي الصراحه. واش نتوما غتدخلوا حتى في الام مع الابن ديالها كيفاش دير له ولا كيفاش تهزو ولا كيفاش تبدلوا الحوايج؟ ما تسالتوش مع نفسكم شي نهار وقلتوا هادشي اللي كنديرو راه ما عندناش حق فيه، راه ما يمكنناش ندخلوا في حياه الناس، راه هادشي اللي كنديرو راه دخول الصحه. وكاين البعض منهم اللي قالوا المره الاولى كانت هزه مونيكا ولونفريد كانت هزه مونيكا. احنا اش دخلنا؟ كانت هزه مونيكا ولا كانت هزه شي حاجه من غير طفل؟ حنا شنو دخلنا في هذا الشيء؟ حنا ما عندنا حتى شي علاقه، تهز اللي بغات. والسيده حره حنا غندخلوا لها في حياتها؟ لا لا، واه علاش هزيتي مونيكا او لا راه هذيك مونيكا. يعني بحال هاد المسائل هذه لما كنوليو نمارسوها للناس بحال اللي كنوليو ندخلوا لهم في الحياه ديالهم. وانتم كتعرفوا الحياه ديال الشخص كتعنيه غير هو فقط، يعني ما كتعنيش شي واحد اخر الا الناس اللي كينتمي ليهم. وحتى الناس اللي كينتمي ليهم وفي بعض الحالات. ولكن حنا كنشوفوا دابا ولا من والا كيبغي يدخل في حياه الناس، ولا من والا كيبغي يعرف واحد الحاجه او واحد الاسرار ديال الناس، وبلا اكثر من ذلك كيبداو يوهموا راسهم بانهم عندهم الحق في حياه الناس. المهم النصيحه اللي نقدر ننصح الناس هادو، كنقول لكم بعدوا من داك الكسول، هذاك الغابي راه غادي يخرج عليكم بالافكار ديالو اللي تافهه، اللي ما كتفركت الشمل ديال اي واحد جا او مشى في طريقه داك الشخص. اعطيوني غير شي حاجه دخل عليها هذا الكسول هذا ومشات كما ينبغي الجميع.
يعني اي حاجه كيدخل لها والا كيجي من موراه غير الشر. ما عمرنا شفنا شي حاجه دخل لها ورضت الطرفين بجوج بيهم. ديما كنشوفوا حنا غادي كيجر غير الطرف وهو من المفترض يكون كينتمي للطرفين بجوج. هذا لا كنجمعوه كما كيدعي لكم في القناه ديالو. المهم الخوت ما عليناش، حنا اهم حاجه عندنا في هذا الفيديو، اهم حاجه خصنا نوضحوها في هذا الفيديو هذا اللي هو داك الناس اللي خلاونا بحال التعليقات هادو. تنقول لكم بان راه حتى شي واحد ما عنده الدخل في شي شخص اخر، كل واحد عنده دخل في راسو فقط، كل واحد كينتمي لنفسه. حيت لو وليتو توهموا راسكم بان عندكم الحق في الناس، اذا ما بقى لهم ما يضرقوا عليكم، بقى لهم غير يكشفوا لكم حتى داكشي اللي ما يمكنش الانسان يتكلم عليه، وانتم كتعرفوا شنو كاين، وانتم كتعرفوا داكشي اللي ما يمكنش بنادم يتكلم عليه. والناس اللي تيقول لك خص الجمعيات يدخلوا ويحيدوا لهذاك الطفل، فهادو تنقول لهم راكم غالطين، لان هادشي اللي كتقولوا راه ما كاينش. علاش هاد الجمعيات غيدخلوا ويحيدوا لهاد الطفل؟ واش نتوما مسطين؟ واش نتوما حماق؟ هادشي اللي كتقولوا ما كاينش في دوله اسلاميه. وكل امهات المسلمين كيعرفوا التربيه، كيعرفوا كيفاش يربيو الابناء ديالهم، كيعرفوا كيفاش يكبروهم من الاول حتى التالي. وحتى شي جمعيه ما عندها حق تدخل في الناس كيفاش يتعاملوا مع الاولاد ديالهم، الا الا كانت واحد الحاله اللي هي انسانيه. مثلا نقولوا حنا واحد الطفل كاين عند واحد الناس ما كيعتنيوش بيه، ما كيتهلاوش فيه بهذا المنطق، يعني ما عندهمش داك القدره ديال العيش هما بنفسهم، ما عندهمش داك القدره ديال العيش هما، يعني ما يقدروش يربيو داك الطفل، يعني ما يقدروش يعيشوا داك الطفل لانه ما قادرش يعيشوا حتى هما. هادو اللي يمكن الجمعيات يدخلوا ويحيدوا لهم داك الطفل. اما بالنسبه للكلام ديالكم راه ما كيعرفوا حتى شي واحد، كتعرفوه غير نتوما وهادوك الناس اللي وهموكم به. اما بالنسبه للاسر المغربيه اللي كنعرف، الام كتولد كتقابل الوليدات كتبدل لهم كدير لهم اي حاجه يعني محتاجينها، وانتم كتعرفوا بان الام هي اللي كتكون كتقود الدار والراجل كذلك العمل ديالو خارج الدار. المهم انا ما عندي لاش نقول لكم هذه الجمله هذه اللي فاتت، وانما غادي نعطيكم واحد المساله حتى هي كتطرح في التعليقات. بالنسبه لواحد الناس قالوا لي بان الام هي اللي كانت خدامه وهي اللي كبراتهم وهي اللي دارت لهم وهي 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 وهي. هذه هي المراه دابا اللي كتقول نتوما كتشرف المراه المغربيه؟ واش هذه هي المراه؟ هذه هي المراه المغربيه اللي كنعرفوا حنا؟ لا ماشي هي المراه المغربيه. المراه المغربيه هي اللي كتقابل ولادها، هي اللي كتعتني بولادها، هي اللي كتبقى حدا ولادها باش الوليدات كيطلعوا مربيين، كيطلعوا مخلقين، كيقراو، كيوصلوا للاهداف ديالهم. ولكن باش كتكون المراه غير خارجه يعني ما مقابلاش داك الولاد ديما سامحه فيهم، راه النتيجه هي اللي كتشوفوا فيها دابا حاليا. يعني هي اللي بنات هاد المشكل دابا اللي راه فيه. لان داكشي اللي فهمت او داكشي اللي اكتشفت من الحياه، لان النتيجه ديال داكشي او داك الغياب اللي كانت تغيب عليهم وكانت ما كيجلسوش معاها وقت طويل، اعطانا هاد النتيجه هادي دابا اللي كتشوفوا وكتقولوا نتوما بان يسرى مسخوطه. ولكن ما فكرتوش بان السخط ديال يسرى بناتو الام ديالها لما كانت غير دالعه وكتجي تنصص بالليل وتلقاهم نعسوا، يعني البنات ما كيشوفوهاش، البنات غير فاش كيشوفوها. اذا هنا يديروا هاد البنات هادو غادي يكونوا تيربيو الكبده على الام ديالهم اللي كانت ديما دالعه ديما هاجره، يعني ما كتجلسش معاهم، ما كتوكلهم، ما كتشربهم. خليونا دابا من القضيه ديال الماكله راها كاينه او كتجيبها لهم للدار، لا الاطفال كيبغيو الام ديالهم تكون قريبه لهم. اما حتى الراجل واخا ما يكونش ماشي مشكل، اما الام كيبغيوها الابناء تكون ديما قريبه لهم. واكيد حتى شي واحد ما غادي يعكسني في الراي في هذه المساله هذه، وحتى اللي عكسوني يعني ماشي مشكل، يعني كيبقى الراي ديالهم والراي ديالهم يحترم، يعني كل واحد عنده اراء ديالو
وعنده افكار ديالو وعنده قراءه ديالو في الاخرين. حاجه عاديه الاخرين يكونوا كيختلفوا عليك، يعني امر طبيعي، ولكن كاين شي حوايج خصنا نكونوا متفاهمين عليها كامله، خصنا نكونوا متفاهمين عليها كاملين لانها واضحه. كاين شي مسائل اللي واضحه، يعني ما خصناش نتعاماو عليها ونختلفوا على بعضنا البعض فيها، لان كاين شي مسائل كما قلت لكم واضحه، ما كان علاش نبقاو عاد نفسروا لكم فيها. يعني كاين شي مسائل واضحه ما كاين علاش عاد نخرجوا ونتكلموا لكم عليها وانتم تعاكسونا في الراي، لانها كتكون واضحه. لان الاكثريه ديال الناس ما كيشوفوش هما العمق ديال المشكل، يعني كيشوفوا غير الحدث ديال المشكل، هما كيشوفوا غير أسرة كتعاير مع امها او الام كتخرج عاوتاني وترد عليها، وكيبقاو شي كيعطي لشي، وهما غاديين هما كيعيشوا غير في الحدث وكيحكموا غير على الحدث. ولكن ما فكروش بان الام كانت هامله داك البنات، وهذا الشيء اللي عاودت لكم من قبل، يعني كانت كتخلى عليهم، ويعني ما كانوش كيشوفوها، ما كانش كتجلس معاهم. والام خصها تكون مع الولاد يعني 24 ساعه على 24 ساعه. يعني الام هي اللي كتروض الابناء، الام هي اللي كتروض الابناء على الحياه وعلى الطريقه اللي باغيين هما. يعني كل واحد كيروض الابناء ديالو على الطريقه اللي كيبغي. روضتيهم على الاخلاق وعلى يحشموا من الناس اللي كبر منهم ويحترموا الناس، غادي يخرجوا كيحترموا الناس وكيحشموا عندهم اخلاق. ولكن الا علمتي من التحرميات كيطلع فيهم التحرميات، يعني داكشي اللي علمتيهم كيتعلموا. ومادام هي ما كانتش كتجلس مع هاد البنات هادو وما كانتش كتعمر معاهم وديما هاجراهم، كيفاش بغيتو هاد البنات يطلعوا كيحشموا من الام ديالهم؟ كي بغيتوهم يحشموا من الام ديالهم، كي داير هاد الحشمه اللي نتوما كتهضروا عليها؟ واش من سخط كتكلموا عليه نتوما راكم غالطين. الحاجه اللي نقدر نقول لكم تهلاو في الابناء ديالكم، الامهات يبقاو حدا الابناء ديالهم، فين ما مشاو يديو معاهم الابناء ديالهم. ما تبقاوش طامعين في طموح الدنيا حتى كتوصلوا لشي كوارث. هي دابا اللي راه كنعيشوا مع هاد الاسره هادي. انا ماشي سوقي في الناس اللي كيخالفوني الراي كما قلت لكم من قبل. بالنسبه لهاد الناس هادو ما كيهمونيش، يعني كيبقى الراي ديالهم، ولما كيتكلموا بهذا المنطق هذا كنعرف بان الراي ديالهم محدود، يعني ما عندهمش واحد القراءه يعني مطوره، يعني بهذا المنطق هذا يعني محدودين. وهي المساله اللي تكلمت لكم على ديال الحدث، على قولت الله اكبر، يعني كيحكموا غير على الحدث، ماشي غادي يشدوا هذا المشكل ويفكروا كيفاش يعني طاحوا هاد الناس في هذا المشكل. لا، كيتكلموا هما غير على الحدث، تكلموا على كيفاش وقعوا لهاد الناس، وقعوا لهم المشاكل، وكيفاش وقعوا لهم المشاكل راه هو هادشي اللي قلت لكم. شي حاجه اخرى بلا ما تهبلوا راسكم. يعني داكشي الام هي اللي دارت هاد الخطا، والخطا راني شرحته لكم. يعني هاد الام كان خصها تربي الولاد، كان خصها تجلس حدا الولاد 24 ساعه على 24 ساعه. كون كان جلست معاهم 24 ساعه على 24 ساعه ما غاديش تشوفوا هاد المزال اللي كتشوفوها دابا واقع. هذا علاش كنفي انا داك الكلمه ديال يسرى مسخوطه. حاشا واش تكون مسخوطه، لان لو كانت مسخوطه كون راه دايره حتى السخط ديال باها، ولكن ما داياش. هذه ماشي مسخوطه، هذه ما الام ديالها اللي كتبان لكم نتوما دايا من السخط، الام ديالها تخلات عليها في التربيه، يعني ما اهتمتش بها في الصغر. يعني بدلا ما تبقى غاديه دالعه في الخدامي، كان خصها تجلس وتربي الابناء او الابناء ديالها. واكيد كون كان جلست وربيتهم وبقات حداهم في اي وقت كما قلت لكم 24 ساعه على 24 ساعه، وفين ما مشات تديهم معاها، ما كانش تواجه هذا المشكل بصفه نهائيا. باش حتى شي واحد ما يطلع ويبدا يخربق علينا شي تخربيق ما كاينش. حنا راه كنعرفوا هاد المشاكل كيفاش كدير توقع. حنا ما كنحكموش على الحدث، حنا كنحكموا على كيفاش وقع المشكل.
كيفاش دار وصل هذا المشكل لهذه الطريقه هذه اللي كنشاهدوها قدامنا. البنت كتعاير امها والام ديالها هي كتعاير الابنه ديالها. حنا بغينا نعرفوا كيفاش وصلوا هاد الناس لهنا، ولكن التفسير ديالها هو اللي قلت لكم. التفسير ديالها هو هادشي اللي عاودت لكم. هاد الام هادي كانت ما كتربيش ولادها، يعني كانت طلقاهم مع الاب ديالها، وانتم كتشوفوا النتيجه ديال الاب ديالها تحكم. كانوا كيجلسوا قراب الاب ديالهم. ها انتم في هذا النزاع هادو ليش كينتميو للاب ديالهم. الا حليتوا دماغكم غتفهموا، الا بغيتوا تحلوا دماغكم وتفهموا راه غتفهموا هادشي اللي قلت لكم. الا كنتو ما باغينش تفهموا وباغيين تبقاو كتنتميو لواحد الطرف، فهذا راه كتكلموا بدون وجه حق وغير كتخربقوا في التعليقات. يعني ما ثابتنش، نتوما ما عارفينش شنو باغيين. يعني نتوما كتبغيو داكشي اللي كتقولوه هو اللي يكون واخا هو ما كاينش، لان وهموكم واحد الناس بواحد الحاجه ما كايناش، وهادشي اللي كيوقع لكم. وخليني نولي نرجع لكم للجمعاوي الكاسول، مول العمليه ديال الشفط اللي شد السيده سعى بيها ما خلى ما سعى بيها، ودابا جالس كيساوم الناس وكيقول لهم اللي بغى يدخل عليها يجي يدخل عليها. زعما كاع السيده هذه ولات رخيصه عندك لهاد الدرجه، صافي ما بقاش كتعطيك الحليب، يعني الحليب انتهى. وهادشي اللي كنت نقول لكم من قبل، وهادشي اللي كنت نقول للناس اللي كيتابعوك من قبل، هادوك المتطفلين اللي كيدخلوا للتعليقات وتكتبوا واحد الكلام اللي كيعبروا غير على المستوى ديالهم فيه. الا مازال كتذكروا لما كنت قلت لكم حرفيا بان هاد الكاسول هذا كيشد الفارسه، ولما داك الفارسه ما كتبقاش تعطيه الحليب كيبدا يقلب يتخلص منها باي طريقه كانت. وانتم شفتوا الخرجه اللي كان خرج البارح في اللايف وجالس كيعرض السيده تيقول لهم اللي بغى يدخل عليها. شفتوا على مقصد اخواني اخواتي، شفتوا على كاسول. عرفتوا دابا علاش كنقولوا له الكاسول؟ عرفتوا علاش كنقولوا له الغبي؟ لانه غبي، لانه كاسول ونصاب. ايوا بقالو دابا غير يدخلها لشي جوطيه او لا يدخلها لشي دلاله على حسب داكشي اللي شفت في اللايف البارح. السيده شحال هو كيسعى بها، شحال هو كيمجلوق بها، وشحال كيسترزق بها، وفي التالي كيعرضها للناس اللي بغى يدخل عليها. مالك اصاحبي ما كتحشمش؟ واش هذاك وجهك ولا سعيتي؟ المهم بلا ما نزيدو نطولوا معاك باش بهذه الطريقه نكونوا خفافين على المتابعين. المهم اخواني اخواتي، بهذه الطريقه غادي نكون وصلنا لنهايه الفيديو. كنتمنى على انكم تحاولوا تبارطاجيو هذا الفيديو مع الاصدقاء مع العائلات، والناس اللي عندهم الفيسبوك يحاولوا يبارطاجيونا في صفحه الفيسبوك، والناس اللي عندهم الانستغرام حتى هما كذلك يبارطاجيونا في الانستغرام. والسلام عليكم.